الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. هيا بنا يا صغاري اليوم نبدأ في مشروع اقرأ ورتل. مشروع ماذا يا صف أول؟ أحسنتم. سوف نتعرف على بعض آيات القرآن الكريم ونربطها باللغة العربية من حيث استخراج الحروف والمقاطع والأصوات وغيرها. آية اليوم معنا تقول، هيا بنا يا صف أول اقرأ ورايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. أحسنتم بارك الله فيكم. هل من منكم يا صغاري يعرف هذه الآية من سورة ماذا؟ تفضل يا سعود. سورة المسد. أحسنت حيو، تحية قوية للبطل. هذه الآية من سورة ماذا يا صف أول؟ من سورة المسد. اجلس يا سعود. من يعرف أين نزلت سورة المسد؟ في مكة أم المدينة؟ في مكة. أحسنت يا سلطان. أين نزلت سورة المسد؟ أين نزلت سورة المسد؟ نزلت سورة المسد في مكة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول ماذا؟ تبت يدا أبي لهب وتب. من هو أبي لهب؟ أبي لهب يا صف. تفضل يا فيصل. هو عم من؟ عم النبي. من هو أبي لهب يا صف أول؟ من هو أبي لهب يا صف أول؟ طيب ما معنى يا أستاذة ياسمين تبت؟ أي ربنا يتوعد لأبي لهب بالهلاك والخسارة. لماذا؟ لأنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته. كانوا يضعان الأوساخ على ظهره وهو يصلي ويسبونه في الطرقات وكانوا يؤذونه إيذاء شديدا. لذلك توعد الله لأبي لهب وزوجته بالهلاك والخسارة لجميع الأموال والأملاك والعذاب الشديد في جهنم. لذلك هيا نردد الآية مرة أخرى. تبت يدا أبي لهب وتب. أحسنتم بارك الله فيكم. حيوا أنفسكم تحية قوية. والآن نريد أن نقرأ الآية من قبلكم. هيا يا أحمد سريعا اطلع على السبورة. مرة أخرى سمع أصدقائك. اقرأ ورايا صف أول. أحسنت حيوا تحية قوية. الكلمة التالية. هيا يا عبد الله سريعا سريعا يا بطل. مرة واحدة. تحية قوية للبطل. أحسنت ممتاز. طالب آخر. طالب يا محمد جمعمري اطلع سريعا علي صوتك. تبت. حي البطل تحية قوية. أحسنت يا محمد جزاك الله خيرا. والآن نريد أن نستخرج بعض هذه الأشياء.